لي سأتكلم في هذه المرة لست كرئيس مؤتمر، أتكلم أنا من زوارة وأنا أمازيغي وأفتخر بأنني من زوارة وأفتخر بأنني أمازيغي ولا أتفاخر بذلك على أحد. أنا شرفت بالقرآن الكريم وشرفت باللغة العربية لغة القرآن الكريم وشرفت بالإيمان، وهذه مكرمة من الله سبحانه وتعالى وليست منة مني. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. لعلني أشاطر الأستاذ نوري في بعض الجوانب، ولكن في بعض الجوانب الأخرى أنا من زوارة، وأؤكد لكم أن ما قاله السيد عمر بوليفة لم يكن افتعالا أو تأليفا من رأسه. السادة أعضاء مؤتمر الأمازيغ الذين انسحبوا من الجلسة أو انسحبوا من العضوية 3 منهم أكدوا لي شخصيا أنه تحت تهديد السلاح قدم استقالاتهم، وهذا موثق لدي وبشهادة الشهود. ولكن أنا من زوارة شخصيا وأنا أمازيغي، وأعتبر أن القضية الأمازيغية أو التنادي بالأمازيغية تنادي بأصالة ليبية، أصالة تاريخية، ليست أقلية ولا إثنية. ربما تكلم الأستاذ عبد القادر حويل عندما قال نحن عدة دوائر ونفتخر بوصولنا كمسلمين أولا. ربما نحن نقول نحن بشر وإنسانية أولا، كلكم من آدم وآدم من تراب، وبعدها نفتخر بالإسلام ونعتز به. وعندما نأتي للدائرة الثالثة أنا أقول أمازيغي وأنت تقول أنت عربي. أنا أيضا أرد على الأستاذ فتح الله، القرآن الكريم عندما نزل باللغة العربية لم يفرض على كل من يدين بالإسلام أن يكون عربيا، بل أعطى حقوقا. وأيضا أذكره بالآيات القرآنية، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا لا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأنا الذي أقوله أن طريقة الطرح الذي أفاد بها السيد عمر بوليفة كيف تصل إلى حق يهم الليبيين جميعا يا أستاذ نوري. أنا أعتبر إذا كان وجودي في المؤتمر الوطني عضو منتخب عن زوارة لدي استحقاقات كزواري وكأمازيغي وكليبي نتباحث فيها مع أعضاء المؤتمر. لدينا استحقاقات في تشكيل حكومة وفي تهيئة الدستور وفي المشاكل الأمنية. نحن اليوم قضينا 4 ساعات ونختلف حتى فيما يتعلق بالاستحقاق الأمني وكيف يطرح هذا. أن الذي أتألم له عندما انسحب أعضاء الأمازيغ ونحن لازلنا في النقاش لم نصل إلى شيء في ذلك الموضوع أو لنص يلزم الغير. الأعضاء الأمازيغ هم جزء من هؤلاء الأعضاء، هم الذين يناضلون من أجل ذلك المطلب أو من ذلك النص. ولكن عندما ينسحب أعضاء الأمازيغ ولم نصل إلى نص توافقي أو توفيقي فكيف يطرح الموضوع؟ هذه المسألة التي نختلف فيها. وأيضا أكدت أنا كرئيس مؤتمر في خطاب البيضاء أن أي قانون ليس منزلا من السماء. القانون خاضع ويجوز تعديله وتصحيحه وحتى إلغائه، بما فيه قانون الهيئة التأسيسية، بما فيه قانون العزل وعدة قوانين وقرارات صدرت بهذا الخصوص. فنحن عندما نتكلم يا أستاذ نوري من حق كل عضو مؤتمر أن يطرح ما في باله، ونحن لا نستجدي أحدا. أنا كشخص أمازيغي لا أستجدي ولا أطلب من أي عضو مؤتمر آخر أن يعطيني ما أريد. أنا أؤكد أن مطلبي في هذا البلد هو مطلب للليبيين. ربما نستقرأ ونعود إلى التاريخ ولم نصل إلى نقطة لكي نفهم فيها عرض التاريخ وعرض الحقوق وعرض الواجبات، هذا شيء آخر. أنا عندما أفتخر وأقول بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع والقرآن مصدر أحد المصادر الرئيسية للشريعة، فبالشريعة نستمد حقوقا وتفرض عليه واجبات. هذه هي طريقة الطرح فقط التي قد نختلف فيها، ولكن لا أحدا يفرض على الغير. وعندما نتكلم عن هذا الوطن فيه هموم كثيرة. جزء من همومنا هو دسترة الحقوق والإشارة للحقوق. نحن نعلم جيدا أن بعد ثورة 17 فبراير حندخل عناصر جديدة لم تشر إليها دساتير العالم. سنتكلم على حقوق الجرحى وحقوق المقتولين، سنتكلم عن حقوق الشهداء سننص عليها في الدستور، سنتكلم على حماية البيئة التي لم يتكلم عليها أي دستور في العالم، سنتكلم عن حقوق المواطن وعلى حقوق الليبيين في الخارج، سنتكلم عن الأصول أو بعض الأفراد الذين دخلوا إلى ليبيا وأعطيت لهم حقوق الليبيين دون وعي الليبيين.
هناك نصوص عديدة وواسعة وعريضة نتباحث فيها ونتخاصم فيها ونتجادل فيها، ولكن لا أحد يؤول كلام أحد. هذه مسألة أنا أعتبرها معركة سياسية إذا لم ننجح فيها في قانون الهيئة التأسيسية، فقانون الهيئة التأسيسية واسع وعريض ويمكن أن يعدل. وإذا أخفقنا في قانون الهيئة التأسيسية ربما رغم أن هذا النص للأسف الشديد، أنا ألوم الأستاذ سليمان زوبي وهو لم يقصد شيئا ولا اللجنة المحترمة التي كانت معه، لأن هذا النص فيما يتعلق بالتوافق ليس محل قانون الهيئة التأسيسية. كان من الأولى ولا الأفضل أن يعرض على المؤتمر الوطني لإمكانية تعديل في التعديل الدستوري، في الإعلان الدستوري نفسه، في حكاية الثلثين زائد واحد، هل هذا يمس حقوقا أم لا؟ كنا يجب أن نبحث ما هي الحقوق التي يستفتى عليها ولا يستفتى عليها. عندما نقول أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، حتى إذا استفتى عليها فمن الناحية الشكلية فقط، لأن الشريعة مصدر من الله سبحانه وتعالى لا تخضع لنا ونعم. وإذا قلنا أن اللغة هي حق من حقوق العباد فرضها القرآن الكريم ومن ومكرم من الله سبحانه وتعالى، فهي لا تخضع أيضا للاستفتاء، وإذا خضعت فهي من الناحية الشكلية فقط. ولا أعتقد أن ليبيا بعد ثورة 17 فبراير أحد ينازعنا في أن الأمازيغ أو التو أو التوارد يتكلمون بلغتهم، ولكن نختلف في آليات التفعيل. هل هي لغة رسمية أم لغة وطنية أم لغة عامية؟ فهذا المسألة حتى الأمازيغ في أنفسهم لم يحددوا نصا. من ينازع اللغة العربية في أن تكون هي لغة التداول ولغة الخطاب ولغة الشعر ولغة السياسة، وتكون اللغة الأمازيغية مرافقة لها لأبنائها أن يتعلموها في مدنهم الذين همشوا منها. وممكن أن نصنع قانونا أو نخول قوانين هي التي تفعل وتحدد ما هي اللغة في بلدان أخرى، بلدان أفريقية بجانبنا. الكون تقول أن اللغات الرسمية هي كذا وكذا 4 لغات أفريقية، وتحدد أن اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية. نحن نعتز ونفتخر بأن تكون اللغة العربية هي اللغة الأولى وهي اللغة الرسمية في الدولة، ونحن أيضا متأكدون جدا بأننا إذا تكلمنا عن اللغة الأمازيغية فإننا لا ننازع لغة القرآن الكريم واللغة التي شرفنا الله سبحانه وتعالى. أنا أتكلم أن ابني عمره 11 سنة حفظ القرآن الكريم، وهذه مكرمة من الله سبحانه وتعالى وأفتخر بها دائما. فلذلك هذه هي مسألة كيف تطرح وكيف أنت تصل بهدوء لمناقشة الحقوق. فالمسألة ليست أخذ وعطاء أو مبطن فيها أشياء سواء من السادة الأعضاء الذين تكلموا، وأنا لا أبرر كل ما يقولونه، ولا من السيد نوري أو من إخوتنا الأمازيغ أو التقوى والطوارئ. هذه مساحة مفتوحة لنا جميعا، ولكن أيضا لا ننكر التجاوزات وأيضا المهاترات اللي حدثت في مجال السادة أعضاء المؤتمر عن الأمازيغ. نعم هددوا، نعم لم تعطى لهم مساحة من الحرية، وأنا أتحمل مسؤولية هذا الكلام. يجب أن نرتقي بهذا المستوى. حدثت أخطاء. أيضا المجلس الأعلى للأمازيغ هل هو مكون وهو جسم قانوني منتخب من الأمازيغ كلهم جميعا؟ عندما يذكرون أن رؤساء المجالس المحلية هم أعضاء في المجلس الأعلى للأمازيغ، أنا أحترم السادة الأفاضل الذين اتجهوا هذا الاتجاه في المجلس الأعلى للأمازيغ، ولكن لا أحد يزايد على أحد ولا أحد يستطيع أن ينطق على أحد. هذه مجالس ومؤسسات مدنية نحترمها أيضا، ولكن أعضاء المجالس رؤساء المجالس المحلية هذه مكونات إدارية. أنا أيضا أفتخر. نعم نعم أنا هذا رأيي. أنا أتكلم كالمزيدي تو، أنا أتكلم من زوارة. عفوا ما تقوليش يا أستاذ فتحي، عفوا هذا رأيي. أنا أتكلم عفوا ليش صوتي. أنت كان تحت رئيس اليمين قاعد ما تتكلمش. أنت كان تحت رئيس اليمين قاعد ما تخطيش كلمة بدون إذن. يا أخويا أسمع، أنا عندي من يمثلني حتى الزوارة يكون أنا رشحت على الزوارة ما زايدش عليا. أنا رشحت على الزوارة ب 855 صوت من 13000 صوت. لازم تحترم نفسك. أنا ما تكلمش علي. أنا من زوارة ما تكلمش تكلم أنت. عموما أنا رئيس مؤتمر وتكلمت أنا كمن زوارة. نعم إذا أنا هذا رأيي واضح. تكلمت أنا كزواري وتكلمت كأمازيغي وتكلمت كليبي وتكلمت كمسلم، وأفتخر بهذه كل المكونات، ولا أحد يزايد على أحد. والسلام عليكم.